إحدى الحيل تعتمد على تشتيت البائع أو الموظف أثناء التعامل، كما في المثال التالي المحتال يعطي البائع ورقة نقدية مثل 500 ريال سعودي لشراء منتج بسيط. أثناء قيام البائع بحساب المبالغ المتبقية وإرجاع الباقي، يبدأ المحتال بالإلهاء، إما بسؤال أو إعادة الطلب بطريقة مربكة، وبعد أن يستلم الباقي يبحث بشكل مؤكد عن أشياء أخرى، وهنا تبدأ الحيلة الحقيقية. يعطيه المبلغ النقدي من فئة 500 ثم يرجعها إلى جيبه ويخلق حالة من الفوضى عبر الحديث المستمر أو طلب تعديل الحساب مجددا. يستعمل بشكل مستمر كلمات تشتت البائع، ويأخذ أيضا باقي النقود التي تم إرجاعها له، مما يعني أنه حصل على المال دون دفع أي شيء فعليا. في النهاية يخرج المحتال من المكان سريعا قبل أن يكتشف البائع الحيلة. الله يكون بعون صاحب المحل والموظف.